طيب الآن ننتقل إلى آخر تبويب. باب الصلح بالدين والعين. نعم، باب الصلح بالدين والعين. الآن الدين والعين، ما الفرق بين الدين والعين؟ ما الفرق بين الدين والعين؟ الدين المال الذي يأتي في المستقبل، يعني سداده في المستقبل، أما العين الموجود الآن. من يساعده؟ باب الصلح بالدين والعين. الدين النقد، العين أعيان التي هي في غير النقد. نسمع الآن. أيوة. قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا يونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده أن ضع الشطر، فقال كعب قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فاقضه. نعم، إذن هذا صلح قائم على الدين، صلح قائم على الدين. ومر معنا سابقا أن الصلح قائم على الدين بأن يتنازل عن الشطر. طب العين هذا مقابل المال. طب العين أنك أيضا ربما لا تجد عين ما تريد، فيلتقي أيضا مع المعاوضات والمجازفات. طب لم يذكر هنا الإمام البخاري الشاهد على العين، ذكر الشاهد على الدين، فأين هو؟ فإذا كان أنت تقبل بالدين بالمناصفة، فمن باب أولى أن تقبل بعين آخر أقل مستوى من العين الذي تريده. فالإمام البخاري عند ذكر الدين مثلا أنت قبلت من فلان لك عليه 1000 دينار، قلت إن أعطاني 500 فأنا أسامحه، هذا صلح بإيش؟ بالدين. بينما لو قيل لك أنت لك على فلان مثلا جمل، ولكن هذا الجمل الذي أنت سنه تريده منه 5 سنوات فعنده 3 سنوات، فمن باب أولى إيش؟ أن تقبل هذا العين. فالذي يقبل بنصف الدين فمن باب أولى أن يقبل بعين إيش؟ أقل مستوى. وهذا هو ما أراده الإمام البخاري، أنك يا من قبلت بالصلح بالدين فمن باب أولى أن تقبل بالصلح بإيش؟ بالعين. يا من ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم حض كعب على أن يقبل الصلح بالدين، فأنت يا مسلم يا من لك عين من باب أولى أن تقبل بعين ماذا؟ أقل. وهكذا. وفي زماننا من يعطيني مثال على العين؟ الدين فهمناه، لكن على العين أيوة. شو السيارة مثلا؟ مش فاهمين كيف الصلح على السيارة؟ يعني إنسان له مبلغ على إنسان، ها مبلغ، رجع يقول مبلغ، هذا دين، له دين، عفوا له دين على شخص، فليس عنده يعني ما وضحتش معك الصورة. تفضل. رجل باع رجل على 500 طرد ألاسكا، باع رجل وانكسر الرجل، هون في سداد الدين قال أنا ما عندي ألاسكا، أنا عندي سوفتي، ولكن السوفتي هذول عندي 200 كرتون، تقبل؟ هون إذا قبل كان مبلغ الألاسكا أكبر ومبلغ السوفتي أقل. نعم، هذا مثال واقعي صحيح. أخونا يتكلم عن نوع من أنواع الحلويات، لأنه أخونا تاجر حلويات قاعدين بعطينا أسماء وكذا زي. لا، المقصد من هذا أني أقرضت فلان كما قال أخونا، أقرضت عينا،
لفلان نوع من أنواع الحلويات مثلا 500 طرد، ولكن على أن يسدني إياها، فكان المفاجأة أنه قال لي أنا متوفر معي 500 لكن من نوع آخر، أو 400 من نوع آخر وهو أقل جودة، فهل تقبل حتى أبري ذمتي؟ فعندها الأصل بك أن تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حض على قبول الدين النقد بالشطر.